28/10/2024. والحقيقة إن من كتر زحمة الأخبار وفظاعتها بقينا بنتمنى إنها تكون كذب، خاصة الأخبار اللي جاية من السودان واللي جاية من شمال غزة. حاجة كده خارج حدود المعقول. مفيش أي حد يقدر يصدق إن في بشر بيعملوا كده على مرأى ومسمع من العالم كله، وتقريبا مفيش أي حد بيعمل أي حاجة. علشان كده بننادي بالتهدئة، علشان كده بننادي للالتفات لمعاناة الناس، لأن اللي بيحصل ده لو طول أكتر من كده الناس دول هيموتوا من الجوع ومن العطش، الناس دول هيموتوا من البرد. والحقيقة إن أي حد بينادي بعدم التهدئة هو قاعد في بيته آكل شارب نايم، مش فارق معاه أي حاجة. المنطق بيقول إن الإنسان اللي عايش حياته همه هيلبس إيه وهياكل إيه وهينام إمتى وهيصحى إمتى مستحيل يقدر يحس حرفيا بالإنسان اللي في صراعات مهدد بالموت في كل لحظة طول ما الصراعات دي مستمرة. علشان كده وأنت بتتابع أي صراع من الصراعات اللي موجودة على السطح دلوقتي لازم تكون عارف إن معهد الاقتصاد والسلام العالمي صرح بإن في دلوقتي 56 صراع حول العالم، بمعنى إن في 92 دولة بتخوض صراعات وحروب خارج أراضيها، وده أكبر عدد من الصراعات من بعد الحرب العالمية الثانية. ده غير أصلا إن نسبة الانتصارات في الصراعات دي قلت من نسبة 49% لنسبة 9%، وده اللي يخلينا نتساءل، طب لما مفيش انتصارات واضحة إيه أصلا الهدف من الصراعات دي؟ ده غير إن الدين العام العالمي وصل ل 100 تريليون دولار، وده أعلى معدل في التاريخ. كل واحد بيتابع الصراعات دي من خلال شاشة ما هوش جزء منها خالص لازم يكون عارف إن الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان صرح بأن الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل، وما كانش يقصد بده أي صراع من الصراعات اللي موجودة على السطح دلوقتي، ولكنه كان يقصد بده تكتل البريكس، لأنه بيقول إن تكتل البريكس بياخد خطوات حقيقية لهدم النظام العالمي الاقتصادي اللي بنته أمريكا وحلفائها بعد الحرب العالمية الثانية، وده خطر مرعب على العالم كله. لو مش مصدق فممكن كمان تضيف لده جنود كوريا الشمالية اللي موجودين دلوقتي على الأرض مع روسيا. ممكن تضيف لده تسليح أمريكا امبارح لتايوان ب 2 مليار دولار اللي الصين حذرت منه الظهر وقالت إنها تعمل تحركات مضادة بعد العصر، وبعد المغرب كانت بالفعل نشر 20 طيارة ومسيرة حوالين تايوان، وقالت إن ده بيهدد السلم والأمن العالمي، وكمان بيزعزع العلاقات مع الولايات المتحدة. ده غير طبعا زيارة الرئيس الجزائري امبارح لمصر، الزيارة اللي بغاية الأهمية. لو عاوز تعرف أهمية الزيارة إيه بص على حجم الوفود، لأن كويس جدا إن قوتين زي مصر والجزائر يكونوا مع بعض خاصة في الوقت ده، والزيارة دي أهميتها هتبان في الأيام اللي جاية. فكل اللي مطلوب منك ما تزايدش على أي حد، نادي بالوحدة وبس. احنا مبسوطين وبالنادي بأي وحدة سواء كانت على المستوى الجغرافي، المستوى العسكري، المستوى الاقتصادي، أو حتى على المستوى الثقافي. احنا بالنادي بأي وحدة. لو مش مصدق كل اللي بيحصل ده وشايف انه بيجر العالم كله الحرب عالمية تالتة الله أعلم هتنتهي امتى، فلازم تلتفت لمعاناة الناس اللي منك، لازم تلتفت لمعاناة الناس اللي موجودين في صراعات دلوقتي، لأن الصراعات دي لو طولت أكتر من كده فعلا هيتم القضاء عليهم، هيتم القضاء عليهم لأنهم هيتنسوا. لأن اللي بيحصل دلوقتي لو صراعات بسيطة، فبص كده بقى على القوى العالمية الكبيرة لما تدخل في صراع مباشر إيه اللي هيحصل؟ ساعتها السوشيال ميديا والإعلام كله بشكل عام مش هيكون ليه أي كلام ولا أي اهتمام غير صراعات الكبار. علشان كده أي واحد عاقل وقلبه على أهل فلسطين أو أهل غزة تحديدا لازم يكون عارف إن المبادرة اللي مصر قدمتها من يومين بوقف إطلاق النار في غزة لمدة يومين هي جس نبض وفتح للمفاوضات تاني بعد ما كانت ماتت. ومعظم الأخبار بتتكلم عن إن مصر حصلت على موافقة من الاحتلال بالتزامه بالمقترح ده، فربنا سهل فعلا ويكون في أي مجال للتهدئة ونفع للناس من إدخال المساعدات وغيرها، لأن الشمال حرفيا يموت جوعا، وكل واحد بينادي بالتصعيد أو عاوز حرب شاملة ما تستعجلش عليها. لو مش جاية منك فجاية من غيرك. الاقتصاد العالمي مبقاش يستحمل أصلا. المهم إن لحد ما أطفال فلسطين ولبنان وسوريا والسودان وكل طفل بيعاني من الحروب ينام في أمان، ادعموهم وخليكوا دايما فاكرينهم. سلام.